بالفيديو شاهد جنون وانهيار الإعلام الجزائري بعد فضيحة المنتخب الجزائري في الشان واعتدائهم على لاعبي منتخب ليبيا احتفالا بالفوز ويتغنون بأخلاق ورجولة المنتخب المغربي في المونديال. شاهد ماذا قالوا. أولا، وإذا كنت مسلم وتدعم المنتخب المغربي فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وصل على رسولنا الكريم. أثارت مباراة الجزائر وليبيا الجدل، وذلك بعد فوز المنتخب الجزائري على ليبيا ب1-0، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الملعب، وقفزت الجماهير الجزائرية من المدرجات داخل الملعب واتحدت مع المنتخب الجزائري وانهالوا معا بالضرب على لاعبي ليبيا، رغم أنهم لم يقترفوا أي شيء سوى أنهم انهزموا في هذه المباراة، فهذا أسلوب للتعبير عن الفرحة بالنسبة للجزائريين. وقد جن جنون الإعلام الجزائري بعد هذه الواقعة وقالوا: للأسف نحن متجهين إلى الهاوية، انظروا إلى هذه الهمجية والأخلاق الدنيئة التي أصبحت تسود مجتمعنا الجزائري، فكيف لجماهيرنا ولاعبينا أن يعتدوا بتلك الطريقة الهمجية على المنتخب الليبي رغم أننا فزنا خلال هذه المباراة. لكن للأسف هذا أصبح أسلوب لاعبين في الاحتفال بالفوز، مثل ما حدث في كأس العرب للناشئين بعد فوز الجزائر على المغرب، قد انهالوا ضربا على لاعبي المنتخب المغربي احتفالا بالفوز. وانظروا لأخلاق وشهامة لاعبي المغرب وجماهيرهم التي أصبح يضرب بها المثل في العالم، وكيف ينهال لاعبي المنتخب المغربي بالقبلات على جبين أمهاتهم بعد كل فوز، ويراقصونهم بكل حنكة وشهامة في مشاهد لمست قلوب العالم وأصبحت حديث العالم في المونديال. حقا المغاربة رجال وتاج رؤوسنا جميعا، ونحن لنا الله مع هذا الشعب الهمجي. وأنتم مشاهدين لا تنسوا إخبارنا برأيكم في طريقة احتفال المنتخب المغربي والجزائري بعد كل فوز، ننتظر آراءكم في التعليقات.